من هو المسؤول عن النزوح الاقتصادي في سوريا؟ الولايات المتحدة الأمريكية أيها اللبنانيون. هذا ظلم. جاءت الولايات المتحدة الأمريكية وفرضت قانون قيصر عندما وضعت الحرب أوزارها في سوريا وتهافتت الشركات العالمية للاستثمار في سوريا، كان يمكن لسوريا أن تنهض ويبقى شعبها فيها، ومن هاجر منها ونزح عنها أن يعود إليها. ولكن المشكلة الاقتصادية لها سبب آخر ما حدا بيحكي فيه. هذا ظلم. وهو الأموال اللي أخذوها السوريين وحطوها بلبنان. هذا ظلم. وتسكرت المصارف بلبنان. هذا ظلم. فدفعنا الثمن. هذا هو جوهر المشكلة اللي ما حدا بيحكي فيه. هذا ظلم. في أعمار وفي كهرباء وفي مي أخذوها السوريين وحطوها بلبنان، وفي فرص عمل وفي بنايات وفي اقتصاد يعاد بناؤه من جديد. أخذوها السوريين وحطوها بلبنان. جاءت الولايات المتحدة الأمريكية وفرضت قانون قيصر. أخذوها السوريين وحطوها بلبنان. لماذا بعض اللبنانيين يتجاهلون هذه الحقائق؟ بيجي بيحمل المسؤولية لمين؟ أخذوها السوريين وحطوها بلبنان. النظام في سوريا أو لأصدقاء سوريا في لبنان. هذا ظلم. هذا هو جوهر المشكلة.